السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة هيكون أسطوري جدا. النهاردة هشرح لكم كل حاجة نزلت معانا بالتفصيل من كل الحاجات اللي نزلت معانا في حدث التوت، وكمان أي حدث أو أي حاجة نزلت معانا النهاردة إن شاء الله هشرحها لكم إن شاء الله النهاردة بالتفصيل. ولكن قبل ما نبدأ، لك اشتراك، عايزين نوصل لل2000 مشترك إن شاء الله. بقيت خلاص إحنا وصلنا دلوقتي لل1100 مشترك، بقى أقل من 900 دقيقة وقت ونوصل لل2000 مشترك. وقف تشترك علشان نوصل لل2000 إن شاء الله. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه طبعا، اول ما تدخل هتستلم تذكره معسكر الاستكشاف، وكمان هتستلم هنا هديه خاصه بدوري ابطال اوروبا. هنشرح كل حاجه دي بالتفصيل. ده حسب دوري الابطال اللي هي ايه. كان هناك مشكله في بطوله يوسف حيث لم تكن بعض المهام قابله للاكمال بسبب حاله غير طبيعيه، ونحن نصدر حزمه الهدايا. فكان في مشكله في حدث دوري ابطال اوروبا، عشان كده ناخد 3500 جوهره ونسختين ماسكرانو. فدي حاجه الصراحه ممتازه جدا، وهنستلمها مع بعض دلوقتي. فكده اول 3500 جوهره كده ايه، بسم الله يعني. استلمنا 3500 جوهره وكمان نسختين من ماسكي ران زي ما انتم شايفين اهي قدامكم. كل الناس هتستلمها، يعني اول ما تسجل الدخول اللعبه ان شاء الله هتستلمها على طول. وهنا طقوا 95 كويس. فكده خلصنا المهام اليوميه. طبعا النهارده نزلت معاك كمية حاجات كتير، منها اللي هي السلسلة دي ان انت بتفتح دول. بعدها يجيلك بقى، يبدأ يجيلك كل 3 باكجات مجانية، يجيلك باكج انت بتشحنه علشان تاخده. يعني تشحن اول ب19 جنيه، بعدها تشحن مثلا ب50 جنيه، بعدها تشحن ب100 جنيه. فكل ما تقدم كل ما الباكج يبقى اقوى والسعر بيبقى اعلى. يعني في هنا باكج 107 مضمون. فالحزمه دي بتبقى قويه جدا، ولكن نوعا ما غاليه، تقريبا هتعمل لك $50 ولا حاجه. فيعني لو بتشحن ما انصحك تشحنها، هي تقريبا من اقوى الحاجات اللي بتنزل معانا عاده يعني في اللعبه. فطبعا الجواهر لسه بتاعت الدوري ما استلمناش، هنستلمها ممكن على الظهر كده ان شاء الله. ممكن تكون ناس استلمتها ولكن احنا بنستلمها متأخر شوية الصراحة، معرفش ليه. أول حاجة طبعا بالنسبة لحدث التوتي، فطبعا نزل معانا القسم الجديد، قسم اللي هو بتاع الشرف. هنشرحه برضه مع بعض دلوقتي بكل تفصيل، وهقول لك ازاي تستفاد منه 100%. ولكن انت قدر تعمل، فزي ما انا صح الساعة حرفيا 4 الفجر، انت قدر تعمل برضه ايه ولايك كده اشتراك. مبدئيا كده في الالتيميت توتي زي ما قلت، هنا نستلم 50 قطعة من التوتي، فدي حاجة حلوة أوي. فعشان تستلمها هتعمل ايه؟ هتعمل المهام دي اللي هو تدرب 10 لاعبين 10 مرات. فدي حرفيا مهمة عبيطة أوي ومهمة سهلة أوي. فالعب 20 مباراة لعبة أو مهارة، دي أصلا أنت تعملها عادي جدا في المهام اليومية. سجل 5 أهداف بالرأس، سهلة جدا. واعمل أكتر من 500 تمريرة في أي نمط، كده كده أنت بتبص. طب إزاي تدرب اللاعبين 10 مرات دي بكل سهولة وتخلص المهام دي وتعملها؟ أنت تدخل على تشكيلتك عادي جدا بكل سهولة يعني. هتدخل على التشكيلة بتاعتك، تختار أي لاعب عندك، أي لاعب. يعني مثلا روي كيستا، تعمل كده تدريب. وتعمل ايه بقى؟ تديله واحدة واحدة، تديله كده كده واحد، كده اللعبة تحسبها لك واحد، كده اتنين. انت فاهم؟ يعني تعملها 10 مرات كده، 3 4، تخيل. فحاجة سهلة جدا يعني، مهمة سهلة جدا، وتقدر تعملها دلوقتي بكل سهولة. مش هتكمل فيها دقيقتين يعني، مش لازم تدرب اللاعب 20 رانك ولا الكلام ده كله، لا. انت تديها له واحدة واحدة وتتحسبها لك. يعني تقريبا احنا عملناها 3 أو 4 مرات. شايف هندخل يعني نلاقيها محسوبة 3 أو 4 مرات. فيعني مهمة سهلة جدا، مهمة يعني تقدر تخلصها. وكده كده التمريرات والحاجات دي انت بتخلصها. يعني شايف حسبها لنا 4 من أول مرة. وطبعا برضو اشارات الشرف، ده القسم بقى اللي نزل معانا النهارده، وده اللي هيكون فيه الحلويات كلها، ولسه هندخل ونكتشفه بقى مع بعض دلوقتي. شايف يعني بدايتها كده حلويات، انت فاهم. اوه، تمام 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 تمام. نشرح بقى كل حاجة بالتفصيل، نشرح بقى كل حاجة بالتفصيل. مبدئيا كده الحتة الأولى هنا بيقول لك التشكيلة بتاعت السنة، وبيجيب لك اللعيبة والكلام ده كله. يعني عندك دوناروما حارس مرمى 104، عندك أنطونيو روديجير 107 نفسي فيه، طه 105 سي بي، ار بي فريمبونج، ال بي سي هرنانديز 105، كام فيرتس 106، كام جريزمان 105، سي ام فالفيردي 106، هالاند اس تي 105، نيك ويليامز ال دبليو 105، لامين يامال ار دبليو 107، ار دبليو ميسي 107، ليفا 105 اس تي، جواجريس ب 105 اس تي، جيمي موسيالا 104، كام لوتارو 106 اس تي، ساكا ار دبليو
105 وال بي دي ماركو. انت تعمل ايه بقى؟ هتقعد تلعب كل يوم الثلاث مهام دول. تمام، هتلعب كل يوم 3 مهام دول، هتستلم هدية غامضة. تمام، الهدية الغامضة دي يتم تحميل بعد إكمال ألعاب المهارة والمباريات. يعني أول ما تعمل دي هيفتح لك مكافأة غامضة، ودي نفس الطريقة كل ما تعملها هيبدأ يعمل لك يفتح لك مكافأة غامضة. كل ما تعملها، كل ما تلعب ألعاب المهارة والحاجات دي، اللي هو يعني كل ما تخلص العاب المهاره هيبدا يفتح لك المكافآت دي، وهي مكافأة غامضة. يعني انت مش ضامن اصلا هي دي جواهر ولا باكجات والحاجات دي. اول ما بتخلص ده كله هتستلم باكج من 104 ل 107 من اللعيبه دي بس. يعني هتاخد واحد من اللعيبه دي مضمون 100%، او او نسخة ماسكرانو، او 3 نسخ ماسكرانو، او 1000 جوهرة، 5 مليون كوينز، و500 نقل تدريب. سيبك من العك ده كله، انت يعني يا اما 3 نسخ ماسكرانو، يا اما 104 ل 107. وطبعا 104 ل 107 دي احسن هدية. يعني حرفيا لو انت طلع لك 100، يعني نسبة ان انت طلع لك لاعب 104 هي قليلة جدا جدا جدا. ان اصلا في الحدث كله مفيش ولا لاعب 104 غير دوناروما، وكمان جميل موسيالا. يعني مفيش غير 2 بس، الباقي كله 105. طب لو انت طلع لك 105 او 106 او الحاجات دي كلها، حرفيا بكل سهوله، يعني لو انت حتى مش، لو اللاعب اللي انت طلع لك انت مش عايزه، هتيجي تبدله هنا ب 120 نقطه ولا ب 160 نقطه، وشكرا، انت استفدت استفاده. يعني مش، طب يعني اهو لو طلع لك مثلا 104 يا عم، هتبدله هنا ب 60 نقطه، 120 و100 قال لك 106 ب 180 نقطة. فحرفيا حاجة أسطورية جدا، ودي أسعار اللعيبة اللي قدامك حرفيا. يعني هقول لك مين أكتر واحد جليتش، هو فريم بونك، اللي أسعارهم يعني جليتشات، وساكا، وكمان نيكو ويليامز، وكمان انتونيو روديجر. دي احسن الاسعار الصراحه. وكمان لوتارو مارتينيز، دي احسن الاسعار الصراحه اللي نزلت معانا. وكمان ما تنساش يا جماعه، نزل معانا الدون كريستيانو رونالدو في الالتيميت توتو، الراجل رقم 12 طبعا نزل معانا النهارده. هو طبعا هيكون اس تي 107. يعني هنشوف الكارت دلوقتي مع بعض ونشوف هو عامل كام، وقال لك انصحك تشتريه ولا لا. هو مبدئيا كده ما انصحكش تشتريه، انصحك تشتري كرويف. ولكن كريستيانو والله بطاقة قوية جدا، 5 حركة مهارة، 4 قدم ضعيفة، وكمان عنده سمات، وعنده هو طاقاته اسطورية الصراحة، طاقات لاعب جبار الصراحة. فكريستيانو اسطوري جدا. وكريستيانو يعني لو انت معاك كوين كتيرة قوي وانت فعلا من عشاق كريستيانو، انصحك تجيبه. كده كنت شرحنا قسم اشارات الشرف وقسم معرض التوتي. فانت كل يوم هتدخل تلعب، وهتستنى، وهتفتح لك مكافآت غامضة كل يوم والكلام ده كله. فيعني هو قسم نوعا ما عبيط شوية، قسم في المهام والحاجات دي هو عبيط شوية، ولكن انت تقدر تخلصه بسرعة وبكل سهولة. ولو دخلنا على المتجر برضو هنستلم هنا شوية حاجات برضو مجانية. سيبك من الباكجات وسيبك من الحاجات دي كلها، انت عندك 3500 جوهرة هنا في الديفيجن رايفلز. في الديفيجن رايفلز عندك 2500 جوهرة قصدي، هتستلمها هنا برضو بطريقة مجانية برضو. ولو انت برضو بتستلم ال 2500 جوهرة، لو بتستلم اللي هي بتاعت الدوري، برضو هتلاقيها اتجددت معاك ل 2500 جوهرة. لكن ما انصحك ان انت تجيب واحد مثلا زي توريج والناس دي كلها. وطبعا هنا اتجددت معانا النسختين بتاعة ماسكرانو برضو، لو عايز لازم تاخدهم. حرفيا انت بتحط يعتبر 5 لعيبة 90 وتستلم نسخة ماسكرانو، فدي حاجة يعني أسطورية جدا. وعشان برضو الشرح يكون واضح معاك وكل حاجة، أنا دلوقتي هلعب معاك اللي هو بتاعت إشارات الشرف، اللي هو التلات مهام اليومية. هلعبهم قدامك، هلعبهم يعني في السريع على طول، ونرجع مرة تانية وأوريك أنت تستلم الهدايا إزاي، عشان برضو يكون إيه الشرح كده توضيحي. زي ما انتوا شايفين فتحت معايا اول مكافأة، فخلاص كده اتسربت معانا. فهي بتبدأ تبان بالتدريج، كل ما تلعب ماتش كل ما يتفتح لك جزء، يعني يتفتح لك ربع المكافأة، نص المكافأة، لغاية ما تشوف المكافأة كلها. فدي حاجة ايه نوعا ما ممتعة. فبكرة هلعب علشان اخد دي، وبعده هلعب عشان اخد دي، وبعده هلعب عشان اخد دي. انت محتاج 1 2 3 4 5 6 7 8 9. باليوم بتاع النهارده محتاج 10 ايام بالظبط عشان تخلص الحدث ده. فانت هتخلصه في 10 ايام بالظبط، يعني مستحيل تستلم المكافأة دي قبل 10 ايام. ف خلاص كده. وكده بقى ندخل على نمط التحدي برضو، عشان المفروض نزل معانا مارادونا، المفروض نزل معانا دييجو ارمان، فعلا نزل معانا مارادونا.
فعلا نزل معانا مارادونا. فزي ما انتم شايفين هتلعب الاول، وهنا هنستلم هنا مارادونا طبعا 100 مدور لل104. وهنستلم معاه كام جوهرة؟ استنى عايزين نشوف بس هنستلم معاه كام جوهرة. مش عارف اشوف من هنا ولا ايه. فكده 500,000. هنا هنستلم معاه يعني 3000 جوهرة. ونسخة مارادونا، نسخة مارادونا الضعيفة ونسخة مارادونا المفروض هي قوية يعني. من 100 ل100 هي طبعا 100 مطورة 4 رنكات لل104. تعال نروح بقى نفتح معانا كده ايه باكج 3000 جوهرة، نجرب الحظ النهاردة. وبالنسبة طبعا نزل معانا اللعيبة اللي هي الجديدة، اللي هو كريستيانو وميسي وروديجر اللي نفسي فيه، ومالديني نفسي فيه برضه، وفان دايك نفسي فيه. فكل اللعيبه اللي نزل في الباكجات اللي قبل كده نزلت معانا في الباكج النهارده. فان شاء الله اي حد منهم كده يطلع لي في الباكج ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ان شاء الله كده ايه يطلع لي لاعب كويس. يعني 107 انا عايز سي بي، فبسم الله ان شاء الله يطلع لي سي بي قوي. ايه ده؟ إيميليانو مارتينيز 104 ولا 105؟ 104 ولا 105؟ 104. يعني إيميليانو مارتينيز النسخة ال104، يعني كانت في النسخة الألتيميت 105. وكان اللعبة طبعا انت عارفين انها مستحيل تدي لي حاجة حلوة، فاديت لي إيميليانو مارتينيز ال104. يعني نوعا ما الحظ كويس، على الأقل ما طلعليش 101 ولا 102. فالحمد لله يعني. وبس بكده كنا شرحنا كل حاجة نزلت معانا بالتفصيل النهاردة. فيعني زي ما انا تعبت وساعد لك بدري عشان اشرح لك كل حاجة، يعني يا ريت كده تتعب وتدوس على زر لايك. سلام يا معلم.